لاعب الشرقية السابق للهوكي، وحاليا بلعب مع رواد الشرقية، وجايين هنا بورسعيد بطولة النصر بنشارك فيها. طبعا المشكلة اللي احنا بتقابلنا كرواد من الاتحاد ومن الوزارة ان مفيش اي دعم بالنسبة للرواد، بالرغم من دول العالم كلها بتهتم بلاعيبة الهوكي. بعد اعتزالها بيعملوا لها فرق من الرواد بتشارك في بطولات دولية تابعة للاتحاد الدولي على هامش البطولات الدولية اللي بتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي. بالرغم من كده اللي احنا بنشوفه من الاتحاد المصري اللي هو بيصفي خلافات شخصية مع أشخاص، مش عايزين طبعا نذكر الأسماء. فالمفروض الخلافات الشخصية دي بتبقى جانبا، ويهتم برواد الهوكي، ويهتم بلعبة الهوكي بالنسبة للناشئين، بالنسبة للمنتخبات، بالنسبة للأندية، وبالنسبة حتى للرواد. دول بره التاريخ ناس خدموا مصر وخدموا أنديتها وخدموا البلد، فالمفروض برضه يهتموا بيها بعد اعتزالهم من اللعب. وحاليا احنا بنيجي كلنا بدون استثناء على حسابنا الشخصي، بندفع كل حاجة، إقامتنا، أكلنا، تمام. احنا ما بنقولش حاجة، احنا بنقول المفروض يبقى فيه دعم من الوزارة ومن الاتحاد، بدل ما نبدأ بقى نحط المشاكل الشخصية قدامنا ونحارب الرواد اللي هم جايين يستمتعوا بلعبتهم اللي هم حبوها من البداية. تمام. بالنسبة للسفرية آخر مرة أخدتوا فيها مركز؟ للأسف أنا ما كنتش موجود في السفرية الأخيرة، فأنا ما كنتش متابع بصراحة، عشان كان أنا عندي شغل، فكنت أنا مسافر في رحلة تانية خالص. طيب بالنسبة في سفرية قريبة ولا في؟ إن شاء الله في بعض الدعاوى بتوصل لجمعية الرواد، بيبدأوا هم يختاروا منها أحد السفريات يعني. فاحنا هم بيرتبوها، دي سفرية في السنة عشان التكلفة، عشان كل شخص هو اللي بيتكلف في التذكرة بالإقامة بتاعته، فبتبقى مبلغ كبير، فما يقدرش يشارك أكتر من سفرية في السنة وكده يعني. في السنة. طيب بالنسبة، أنا سمعت إن في حرب من اتحاد الهوكي على كل ما تتجمعوا في مكان بيحاربوكوا بأي طريقة. ما انا بقول لحضرتك دي خلافات شخصيه بينك وبين اي شخص تاني. المفروض الخلافات الشخصيه دي خارج نطاق اي نشاط. وبعدين احنا برضه النشاط اللي احنا بنعمله دوت مش تابع للاتحاد باي صله، فالمفروض هو يعني يشجع الناس دي اللي هي بتمارس اللعبه. وعلى فكره برضه رئيس الاتحاد الحالي كثير من اللاعبين الموجودين حاليا كانوا موجود معاه في الجيل بتاعه، والمفروض برضك يعني يبقى سعيد اللي هم الناس دي بتتجمع بعد السنين دي كلها. يعني ابسط المثال البطوله الاخيره اللي احنا لعبناها في السويس، انا في ناس كتير ما شفتهاش بقالي 15 سنه، فكانت فرصه لينا كويسه قوي ان احنا نتقابل بعد الفتره دي كلها. فاحنا بنطالب الاتحاد المفروض يعني هو برضك يعني دعم، بدل ما يبعت جوابات للانديه بيمنع الرواد، وده مش من حقه، تمام. كاتحاد اي نشاط تبع الاتحاد من حقه اللي هو يوقف، يبعت مراسلات، بس مش من حقه اللي هو يمنع رواد مصر الدخول اي نادي. وده قرارات مجلس اداره، مش قرارات اتحاد مصري للرياضه. وللاسف ضعف مجالس ادارات الانديه ماشي بتساعده في اتخاذ قرارات. طيب بالنسبة، أنا سمعت إن الاتحاد الهوكي بيعمل فريق رواد زيكم، وعشان كده عايز يتجنبكم نهائي، ويجي مكانه اللي هو الفريق اللي عايز يعمله ده. يعمل اي حاجه زي ما هو عايزها، تمام. هو عايز كل حاجه تبقى تحت سيطرته، تمام. احنا بنمارس الهوكي بحب، مش بمصالح شخصيه. اذا كان هو عايز يعملها يبقى يشوف برك يجهز 5 فرق عشان يعمل بطوله لنفسهم هما، تمام. مش هيعمل بطوله عشان يسافر بيها خارج مصر يعملها. هتلاقينا برك احنا برك بننافس الناحيه التانيه اللي احنا بنشارك في بطولات تانيه غير اللي هو بيشارك فيها.